السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ مرحبا بيكم في فيديو جديد. طبعا انا بعتذر على فترة الغياب الطويلة دي، لان والله عندي امتحانات بسبب ان انا ما بنزلش. كنت حاجز كذا شيفت ما نزلتوش، نزلت باتش 4، يعني بقبض على اقل تسعيرة في الشركة. بس ان شاء الله بكرة الباتش هيتعدى، فانا نازل اصور لكم الفيديو ده واقول لكم ليه الناس بتنزل في طلبات وما بتكملش. هنفتح الشيفت دلوقتي عشان ما ناخرش ونبدأ شغل. بص هنفتح الشيفت دلوقتي. يمين تاني كده الشيفت بدأ معانا. حسنا نفعل حاجتين كده، يعني لو شفتنا يخلص وانت عايز تكمل بيزود لك نص ساعة لما تفتح الزرار ده، وده الاوردرات بتتقبل تلقائيا. بص المحفظة عندنا فيها كام، هنورد الفلوس اللي على المحفظة دي عشان نعرف ايه نشتغل كاش. بص احنا باتش كام، يعني احنا بنقبض على اقل تسعيرة. طبعا انا معايا الابليكيشن اللي بورد منه. ده الابليكيشن انا عامله عشان ايه؟ عشان التوريد وكده، بدل ما اروح للكشك وبتاع انا بحط فيه فلوس واورد منه. ده الاي دي بتاعي. مورد 1000 جنيه. بص ده خلي بالك وصلت في ساعتها اهو. بص ده عمالي 1000 جنيه، محفظة قلت في ساعتها. ليه الناس بقى ما بتكملش في طلبات؟ عشان بيعملوا نفس اللي انا عملته الاسبوع اللي فات، بس انا عملته كان غصب عني لان انا بمتحن والجامعة بتاعتي في محافظة تانية، فبسافر وارجع في نفس اليوم. فكنت حاجز شفتات ما كنتش بنزلها، بنزل ايام متقطعة يوم 3. لا نسبة القبول بتاعت الاوردرات قلت، المعدل الغيابات والتأخيرات قل، فنزل الباتش بتاعي بقى 4، فانا بقبض على اقل تسعيرة. يعني هو سعر الاوردر ب 22، انا الاسبوع ده اللي انا هشتغله هيبقى سعر الاوردر مثلا تقريبا عامل 16 جنيه، فمش هتبقى مجزية. فالناس اللي بتنزل ما بتكملش بسبب كده، ان هو بينزل يوم و10 لا، وبسبب الغيابات والتأخيرات ما بيكملش، وكمان بيلاقي نفسه بيقبض على اقل تسعيرة فما بتجازيش معاه. فهتلاقيه اسبوع اسبوعين يلاقيها هي مش مجازيه معاه، بس هي بسببه هو. ينزل له يومين 3 في الاسبوع يقول لك انا ما بقبضش، ده هي مش مجازيه معايا، وينزل له شيفتين. فاهم؟ كل مثلا لو هو 4 ايام المفروض يحجز 4 شيفتات، ينزل منهم شيفتين والدنيا تبقى بايظه معاه خالص. فعشان كده معظم الناس ما بتكملش. ده مش عيب في الشركه، ده عيب في الشخص، بس انا معترف بكده. بس انا الاسبوع اللي فات كان غصب عني، فانزل الاسبوع ده عشان اظبط التقييم بتاعي عشان نبدا الاسبوع بتاعنا من يوم الاثنين. النهارده احنا صابحين الحد، فاحنا لو ظبطنا التقييم بتاعنا النهارده هنطلع بكره باتش 1 ونقبض على اعلى تسعيره في الشركه. جالنا اوردر اهو من طلبات مارت لبنان، هنروح نستلمه ونشوفه هو رايح فين. قربنا نوصل، نخش الشارع اللي في الوش ده، اخره يبقى وصلنا المكان اللي احنا هنستلم منه الطلب. الطلب في الشنطة، ندوس استلامة نشوف هو رايح فين. رايح جامعة الدول، يعني 2 كيلو بالظبط. خلاص اهو احنا قربنا نوصل لموقع العميل، اقل من 50 متر. بس افك بقى قبل ما اطلع له عشان مش معايا فكة نهائي حرفيا. بص ده الجاكيت بتاع السنة اللي فاتت، الجاكيت بتاع السنة دي نزل لي جاكيت برضو، بس اديته المندوب جديد، ما كانش لسه نزل له جاكيت فاديته الجديد والله. ونزلت انا جاكيت ايه السنة اللي فاتت.
عايز اقول لكم ده بطانيه بيدفي في البرد، ووتر بروف كمان، وعليه الحاجات الفوسفوري دي عشان في الضلمه بقى تبان بقى والكلام ده. بص حاجه كويسه. وصل الطلب، خدنا وقت في الطلب ده. بص هو الطلب عامل 267، جالنا اوردر بعدها على طول من سيتي كريب اهو. بص سيتي كريب الناحية التانية. العميلة ما كانش معاها كاش، انا طالع اصلا مقلق معيش فكة، لا تقولي معيش فكة وانزل افك، فهي طلع معاش فلوس كاش اصلا. فانا اللي بينجدني في الموضوع ده ان انا عندي انستا باي ومحفظة، طلع حولي لي محفظة على طول. قالت لي برافو عليك شاطر. نجدتها في الموقف ده، حولت لي كمان فلوس بالزياده وانا اديت لها فلوس من معايا عشان يبقى معاها كاش. اهو خلاص بقى لنا 5 دقايق ونوصل. يبقى كده وصلنا الاوردر التاني في اقل من ساعه. كمان اتعطلنا بسبب الاول اوردر ما كانش معاها فكه، قعدت بتاع 10 دقايق واقف على الباب فوق. اصلا احنا فاتحين الشيفت بتاعنا الساعه 3، يعني باقي نص ساعه لاذان الفجر. بص الشوارع فاضيه ازاي، فيها شغل يعني. بص مفيش حد في الشوارع بس في شغل وفي اوردر. انا هنسلم ده ان شاء الله يجيلنا الاوردر اللي بعديه على طول. الاوردر التاني تأكيد ان اللي بعده على طول من مرت مصدق. الناس اللي بتسأل الاوقات اللي فيها شغل، كل الاوقات في طلبات فيها شغل يعني. بص انا معايا اوردرين اهم جنب بعض، اوردر اهو اوردر اهو، اوردرين. بص الشوارع فاضيه مفيش حد، فانت بالليل هتلاقي شغل وبالنهار هتلاقي اوردرات. هو انت كده كده نازل تاخد رزقك اللي مكتوب لك، بالليل بقى بالنهار هتنزل هتاخد رزقك، بس انت تنزل بقى وتشتغل. سلم الاوردر. الاوردر التاني جنبه على طول. يصير ضيق. بص بتحك الشنطة اللي وراها، بتحك في الحيطة. سلم الاوردر الرابع. بص احنا في الساعة عاملين 4 اوردرات ب 58 جنيه. المفروض الاربع اوردرات دول لو احنا التقييم بتاعنا واحد يبقوا عاملين حاجة و80 88. بص فرق كام؟ فرق 30 جنيه في اربع اوردرات، شغل ساعة. شفت 3 الفجر ده انا هعتمده. بص اخر يوم طلبات بتروق علينا، اوردرين واحد اهو واحد اهو. احنا اصلا استلمناهم منين؟ بص خليكم معايا اوريكم. بص احنا هنا مطعم الاغا اهو، 50 متر و50 متر اهم، مش هحطهم في الباوت، هفضل ماسكهم كده لحد ما اوصل. ساعة ونص الاوردر السادس يعتبر، وصلنا الخامس وده السادس. وصلنا الطلب، هننزل تحت ندوس تسليم عشان الشبكة ونشوف الدنيا بقى فيها ايه. بس هي فيها حركة بصراحة الفجر عن اي وقت تاني. الاوردر السادس سلمه، جالنا الاغا تاني. بص عاملين كام اوردر؟ 6 اوردرات في ساعة ونص ب84 جنيه. هنا المحفظة اتملت، نبقى نورد تاني 1602. وبرضه اوردر مش بعيد، شغالين في الدقي. بص الشوارع عاملة ازاي، عدالة كاسة هنا نركبه في العجلة ونشغل بقى وتبقى الدنيا رايقة. والحب جاني جاي خدني ورماني، فراق حبيبي غير لي حالي. الشارع اللي جاي بس عارف في مشكلة، يعني نسيت الجنزير في البيت، فببقى قلقان بصراحة على العجلة. سلم الاوردر كده. احنا
شغالين على الاوردرات الفيزا بس كده، الجو هيريح معانا. فانا هورد، احنا عاملين 7 اوردرات ب100 جنيه، المفروض يبقوا 140 بس عشان احنا باتش 4. بس ان شاء الله بكره الباتش يبقى 1. جالنا اوردر من كافيه اسمه كاريبو اهو، هنا اهو ميدان المساحة، هنروح نوديه. بس الشوارع فاضية تخوف. احنا وصلنا الكافيه وهو لسه بيجهز الطلب. بص اللي بكلمكوا فيه الناس ما بتكملش في طلبات ليه. بص احنا عاملين 7 اوردرات، المفروض دول يبقوا عاملين حوالي 145 او 150. بص هنا النص بالنص بالظبط، يعني فرق 50 جنيه. فهو يجي يشتغل له يومين في الاسبوع، تقييمه زي الزفت، يقبضله 500 او 600 جنيه في الاسبوع، في الاخر يقولك طلبات هي ما فيهاش. ادينا شغالنا اهو، بقالنا بالظبط احنا فاتحين كام؟ الساعة 3 دلوقتي، لسه ما جاتش 5، لسه ما كملناش ساعتين، وعاملين 7 اوردرات ومعانا التامن اهو. بص معانا الاوردر ده في الدور العاشر، بس ابراج الخليج دي اسمها ابراج الخليج، فوق متاهة. الدور فيها اكتر من 20 شقة، تقعد تاخد يمين في شمال في يمين في شمال لحد ما توصل للشقة اللي انت عايزها. ايس كوفي. سلم الاوردر. زبادي كرك، ماشي. جالنا اوردر كمان. احنا صلينا الفجر، هنروح دلوقتي نفطر، نورد الفلوس بتاع الشركة عشان معانا مديونية، عشان ما تقعش مننا او حاجة. وبعد كده جالي اوردر وانا بكلمه، نودي الاوردر ونفطر، نورد المديونية تبع الشركة، نريح كده 5 نشرب قهوة ولا حاجة ونكمل شغل تاني. بس المطعم هو ستايله لبناني يعني. الواد بيستلم من هناك اهو. امبارح ما كملتش الشغل، العجلة اتخرمت مني. خير يعني، اكيد ربنا رد لنا خير ان احنا ما نكملش الشيفت. فعملتها ونزلت فتحت بالليل، اتخرمت تاني، عملتها. بص هنشتغل لحد الصبح ونروح على طول. يبقوا واقفين هناك كباتن رايتر، هما بيدوا مخالفات على التيشيرتات والباوت. انا بصراحه مش عايز اروح، فانا هحول الطلب. بص احنا لينا 3 اوردرات نحولهم في الشفت، نحول هنبعد بقى عشان ما يجيلناش تاني، نكمل الشغل. سماعه هاند فري، ولكن مفيش محل في شقة. يعني المحل ده ناس بتبيع اونلاين كده. هينزل دلوقتي الرقم اهو، هرن عليه هينزل دلوقتي يديني الاوردر. مثلا على امازون او علي بابا ب20 25، هو بيجيبها ويبيعها على طلبات ب200 جنيه، ومش محل ده شقة. فرحت خدت الاوردر من شقة. دلوقتي ماتش مصر وانجولا شغال، احنا شغالين ساعة الماتش برضه. يا عم اللي هيكسب مش هيحط في جيبي، انا اشتغل انا اولى. ناكل بص الشياكة، وبعد كده هنكمل شغل.